في ستات لما تكلمها عن طاعة جوزها تحس كأنك شتمتها وأهنتها ويبقى يومك مش فايت. مش عارفة ليه يا جماعة، مع ان مش المقصود، ومحدش قال انها طاعة العبد للسيد، ومحدش قال ان هو شريكي من سوق العبيد. الموضوع مش كده خالص. كل الموضوع ان احنا بنقول ان لو الراجل طلب حاجة هو بيحبها، حاجة هتسعده، حاجة ما تغضبش ربنا، يبقى ليه بنقول لا ونعمل مشاكل ونعترض ونزعق ونقول لا واقنعني ويحصل صراع وخناقات؟ ليه ما نقولش حاضر؟ كلمة حاضر بتريح على فكرة. وبعدين في حاجة اسمها استدراك. يعني ايه استدراك؟ يعني ممكن ان انا اقول له حاضر انت تؤمر، وبعد كده اقول له طيب بس انا كان رأيي كذا. حاضر، بس ايه رأيك لو ليا وجهة نظر اقولها لك؟ هتبص تلاقيه بيسمع وجهة نظرك لانك حسستيه ان الرأي رأيه والقرار قراره. دايما بنقول من الذكاء ان الراجل يحس ان هو سابق بخطوة، ان القرار قراره والشورى شورته، حتى لو دي مش الحقيقة، بس تحسسيه ان انت القرار قرارك والكلام وامرك هو اللي بيمشي والكلام ده كله. ده بيفرق مع الراجل جدا، وفي نفس الوقت هتقولي رأيك ووجهة نظرك. فمحدش قال ان انت عبدة عنده، بس انت المفروض ان انت بتحبيه وعايزة تسعديه، وحاجة ما تغضبش ربنا يبقى ليه نقول عليها لا؟ بلاش تفضلي تقولي لا لغاية ما تيجي واحدة تقوله نعم وحاضر وتؤمر ومن عينيا، وبعدين ترجعي تندمي.